لما نزلت آية، وهذا حديث المسند، آية كانت بالنسبة للمسلمين أول ما نزلت كارثة، أقصد كارثة مش من نزولها تعالى الله عن ذلك، أقصد يعني فهمهم لها هو الكارثة، ولو طبعا فهم خاطئ. وهي قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به. جاء أبو بكر سيد الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هكذا فهم، جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ أكل شيء عملناه جزينا به؟ طبعا هو فهم إيش؟ إنه أي غلط تعاقب، هذه معناها من يعمل سوء يجزى به، بنعاقب يعاقبنا رب العالمين، من بيطيق عذاب الله، كلنا نخطئ. قال: يا رسول الله، كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ أكلما عملنا سوءا جزينا به؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تنصب؟ النصب هو التعب. قال: ألست تنصب؟ قال: بلى. قال: ألست تتعب؟ أليست تصيبك اللأوى الحزن؟ قال: بلى. قال: فذلك ما تجزون به. يعني شفت ضيقة الصدر ذي اللي جاءتك وحسيت أنها ما لها، ما أدري سببها، والله لما تتذكر مثل هذا الحديث تقول: يا الحمد لله، هذه تكفر عني الذنب